مصرنا العظيمة إلى آفاق جديدة، وبالتالي هذا هو حسن الطالع أن تأتي هذه المئوية، مئوية نادي الزمالك، بعد ثورة 25 يناير المجيدة، ونحتفل بها جميعا في هذه الأيام المباركة، عيد الأضحى المبارك. وإحنا بنتكلم دلوقتي وبعد ما أرحب بضيوفي، هيبقى دايما مع حضراتكم الصورة، مش هتفوتكم ولا لقطة ولا هسة ولا همسة من احتفالات المصريين بشكل عام والزملكاوية بشكل خاص بنادي الزمالك. برحب بضيوفي الكبار، واخترنا أن نستعين اليوم بالجانب الأسباني، لأن الجانب اللي هيلتقي مع الزمالك هو جانب أسباني أتلتيكو مدريد قطعا. مستر ماكيدا، أهلا. يلا على طول وأنا بتكلم يا خالد. أوكي. كمان برحب بمدرب الأحمال أنطونيو كاثارولا، أهلا وسهلا. السلام عليكم. مستر ماكيدا، في البداية يعني كيف ترى لقاء اليوم؟ ممكن يا خالد وأنا بتكلم أنت بتترجم. يعني كيف ترى لقاء اليوم؟ ابهات اللعيبه للانديه بتخلي اللعيبه، يعني انا اتمنى ان شاء الله ان انا اشوف سيف يبقى في يوم ما لعيب في نادي الزمالك. لعيب في الترسانه الواحد يعني الواحد يتمنى انتماء الاب او ولي الامر او كبير الاسره للنادي ده، ما بيديش احساس للعيبه ان زي ما شايفين اجيال طالعه واسر موجوده في نادي الزمالك. هو اللي كان في انتماء كبير لدرجه انه كان هذا الانتماء يورث، يعني من جيل يتورث للجيل الثاني بالظبط. ويعني كان شيء طبيعي انك تجد الاسره كلها زملكاويه، وما زالت على فكره حتى الان موجوده في ما زالت يعني اسر بتحتفظ بهويتها البيضاء، وفي اسر بتحتفظ بهويتها الحمراء، ولما واحد يطلع وده نصر بلون تاني بتبقى مشكله بالنسبه للاسره يعني. لكن الروح الرياضيه والتشجيع العام بيخلي الامور تختلط. بقى دلوقتي في لعيب مع الاحتراف تلاقي لعيب اسرته كلها اهلاويه بيلعب في الزمالك او العكس، يعني ده شيء طبيعي. طب كابتن محسن، النهارده الجماهير اللي مليانه الاستاد دي النهارده، يعني احنا شايفين فوق ال 65 70 الف متفرج، ده انتماء واحساس وحب لنادي الزمالك. ده جمهور عنده وعي. انا كنت متخوف انه نتيجه المباراه السابقه تؤثر على الحضور، لكن دي احتفاليه مئويه، مش احتفاليه بهذا الجيل بكل الاجيال اللي فاتت، ومش محاسبه لهذا الجيل من اللاعبين اللي لم يقدم اي شيء لنادي الزمالك. دي محطه او يوم تاريخي، الجماهير جايه تحتفل بكل من شارك نادي الزمالك في تحقيق انجازات، وكل من بنى اسم ومجد فريق نادي الزمالك، مش بس في لعبه كره القدم، لا ده في جميع الالعاب. عشان كده احنا عايزين نوسع الضوء شويه، ما نلقوش فقط على لاعبي كره القدم، لانه انتماء مشجعين كتير جاء لنادي الزمالك مش من كره القدم بس. يعني يكفي ان نقول انه فريق كره اليد بطل افريقيا الان حصل على 3 بطولات في افريقيا، وهو الملك المتوج للكره الافريقيه. اكيد بيزيد من محبي فريق نادي الزمالك وعشاق نادي الزمالك، وبيضيف الى تاريخ نادي الزمالك. هو وغيره، كان فيه هوكي وكان فيه باسكت وكان فيه العاب ثانيه فرديه، وكذلك في النادي الاهلي وفي الانديه الاخرى. هل يا محسن دلوقتي التكريم ده للكره بس ولا لكل الالعاب؟ ده اللي انا بقوله، لابد انه ان شاء الله يكون المسؤولين عن هذه الاحتفاليه يكون عندهم النظره الشامله لتكريم كل من ساهم في وضع طوبه حتى في نادي الزمالك. انا مش بقول بس لعيب كوره، لا انا اقول ممكن اداري مخلص، كل واحد اخلص وكل واحد فنى حياته وشارك في صنع طوبه في نادي الزمالك، لازم وكل عامل في غرف ملابس او في الملاعب ساهم بجزء. يعني مثلا لما نيجي نجيب بطل تنس، في عمال بتخدم اللعيبه دي بتكون لها سبب من اسباب رقي وارتقاء مستوى هؤلاء اللاعبين. يبقى لابد انه الاحتفاليه تشمل جميع الالعاب اللي ساهمت في بناء جميع الناس اللي شاركت. بالظبط. كابتن شاذلي، نادي الزمالك وانت من الهدافين الكبار اللي في تاريخ مصر، ويمكن انت هداف مصر الاول، ويمكن ده يشرف استوديو او استاد النيل ان يكون الكابتن شاذلي موجود، وانت هداف الكره المصريه من اول ما الكره المصريه اتعملت لغايه وقتنا هذا.
más joven que todos ellos. كنت انا لسه صغير بالنسبه لهم كلاعب يعني في السن، Y esos 2 primeros años yo debuté muy joven, con 18 años. ولعب هو عنده 18 سنه مع الفريق الاول. Y lógicamente en los primeros años, esos 2 años jugué menos, pero luego وطبيعي في السنوات الاولى من حياته كلاعب في ريال مدريد لعب حاجات بسيطه، los otros años sí tuve más participación. ولكن لعب بعد كده بشكل منتظم. En total en primera división he jugado casi 200 partidos de liga. تقريبا يعني لعب حوالي 200 ماتش اوكي مع الفريق الاول ريال مدريد. أنطونيو كاثورلا، يعني وجهة نظره أسباب تألق الكرة الأسبانية ووصلها إلى هذه المرحلة، وإيه اللي بينقص الكرة المصرية؟ Bueno, la verdad es que en España se ha hecho una apuesta muy fuerte. انا دلوقتي بقول انا شايف في اسبانيا اللي عملوا حاجات جامده قوي في اخر سنوات اللي فاتت دي. Una apuesta a largo plazo. عملوا على المدى الطويل عملوا شغل جامد جدا في مجال الكوره. Estamos hablando de unos 15 años hacia atrás. احنا بنتكلم تقريبا 15 سنه ورانا. Se ha invertido mucho en el fútbol base. عملوا شغل جامد مع الناشئين الصغيرين. Y en una idea de futbolística muy concreta. وحددوا بالظبط الاهداف اللي عايزينها من كرة القدم. Y luego ha habido una persona que ha tenido وبعد كده بعض الاشخاص mucha importancia en esta explosión. الناس المهمين اللي دخلوا في المجال ده. Que ha sido el anterior seleccionador Luis Aragonés. وكان في واحد مهم قوي اسمه أنطونيو أراغونيس. Que ha puesto en el escenario todo el trabajo de otra mucha gente, ¿no? ده حط في مجال كرة القدم أشياء وأفكار جامدة جدا كان في مصلحتها التقدم بالكرة الإسبانية. طيب هناخد ثواني يا خالد ونسمع عمرو زكي. يعني واحنا بنتابع اللقطات من استاد القاهرة على الهواء مباشرة، يعني نفسي نوصل لمرحلة من التطور التقني في النقل. يعني النهارده عمرو زكي المفروض بيتكلم صوته مش طالع. من شوية أثناء الاحتفال جايبين مجموعة بتغني من يظهر فرقة موسيقى جميلة جدا ولابسين التيشيرتات الخاصة بالزمالك. الصورة طالعة من غير صوت، والمخرج حاطط الكاميرا على اللي بيغنوا وكأننا في مدرسة صم وبكم. يعني متى تنتقل التقنية المصرية التلفزيونية إلى تقنية أفضل من كده؟ يعني من غير المقبول إطلاقا أن يبقى في صورة ناس بتغني وما فيش صوت الغنى، ونفس الوضع بالنسبة لأمور كثيرة جدا. شيء يعني غريب جدا جدا. إمتى نرتقي بالخدمة التلفزيونية أفضل من كده؟ أنا مش عارف. وبعدين النهاردة إحنا بنصور الناس اللي بيتكرموا بظهرهم، يعني اللي بيروحوا يسلموا على جلال بيه ابراهيم والدكتور كمال درويش والدكتور شيرين طالعين بظهرهم. طب ليه ما تحطش كاميرا خلف الناس دي عشان تاخدهم بوشهم؟ ولازم تقعد تمقت انت عينيك عشان تعرف مين اللي بيتكرم واقف بظهره. لو هو ما لفتش لفته مش هتعرف الحكايه ايه. طيب خالد قول للمستر مكيده ان احنا هناخد التشكيل دلوقتي من استاد القاهره.
يلا اسامه امام مساء الانوار، اتفضل يا اسامه. مساء النور كابتن مدحت. يمكن اجواء واحتفاليه كبيره هنا في استاد القاهره، احتفاليه المئويه لنادي الزمالك احد اعرق الانديه في افريقيا والشرق الاوسط. بالتاكيد كابتن مدحت النهارده احتفاليه كبيره بيحضرها الالاف من جماهير الزمالك، نادي الزمالك مش بس جماهير نادي الزمالك وايضا اللاعبين القدامى. منذ دقائق بسيطه كابتن مدحت وصل بالفعل فريق اتلتيكو مدريد الاسباني من مقر اقامته بوسط البلد، ويمكن احنا كنا متابعين معاه في الفندق وكان لنا لقاءات متميزه مع مدير عام النادي ومدير الاتصالات والتنسيق بالنادي، وان شاء الله طبعا تتعرض عند حضرتك في استاد مصر. يمكن معانا دلوقتي تشكيل فريق اتلتيكو مدريد كابتن مدحت. اوكي. في حراسه المرمى اسنخاو رقم 25. خط الظهر خوان فران رقم 20. كوليدو رقم 24. توليدو بوليدو 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 ها مدحت بالبيت. ها فيليبي رقم 6. مين؟ فيليبي كابتن مدحت. سمستي فيليبي بالفه. ثنستي فيليبي رقم 6. ثنستي اوكي. ميراندا رقم 23. ميراندا خط الوسط اسونساو رقم 12. اسونساو اوكي. رقم 12. اها. جابي وده كابتن الفريق رقم 14. جابي اوكي. دييجو البرتغالي وده لاعب مهم جدا في فريق اتلتيكو مدريد. دييجو يس ده معروف ده. اوكي. ده برتغالي الجنسيه رقم 5. مين؟ دييجو ده برتغالي الجنسيه رقم 5، ده في وسط الملعب يا كابتن مدحت. اوكي. تمام. في الهجوم بيلعبوا بمثلث يا كابتن مدحت. القاعده بتاعته بيتزي رقم 22. بيتزي كابتن مدحت. بيتزي اوكي. وانطونيو رياس اللاعب الاسباني المشهور رقم 10. انطونيو رياس يس. وراس المثلث في الهجوم سيلفيو رقم 8. سيلفيو طبعا بيجلس على مقاعد البدلاء ثلاث لعيبه مهمين جدا كابتن مدحت، وهم دييجو اللاعب البرازيلي اللي لعب في فيردر بريمن وفي اليوفنتوس. دييجو يس. وايضا لاعب دومينيجيز ده رقم 18، ده لاعب مهم جدا في فريق اتلتيكو مدريد. اسمه ايه يا اسامه؟ اسمه ايه؟ دومينيجيز. دومينجيز يس. ده لاعب مهم، وما اعتقد طبعا هو الفريق يعني كان انطباعاتهم جيده جدا عن مصر. هم زاروا الاهرامات وزاروا المتحف المصري وقاموا بزيارات متعدده ايضا لبيت السفير الاسباني. انطباعاتهم جيده جدا ومشعرين بالامن والامان داخل مصر.